بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم احبائي في موقع ام سعد عبد الله في الدرس الرابع من الاعمال اليدويه. في الدرس الفايت وريتكم كي غادي نديرو نخدمو هاد الوايه هادي. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كي غادي نديرو نعمرو هاد الوريقه هاد البرده. في هاد الدرس غادي نحتاجو موزون وهاد العقيق المكركب. انا هنايا فرغت هاد الورقه هادي ولا الورده باش نوريكم الطريقه. اول حاجه هنايا ما تحتاجوش المرمى، من الاحسن ما نخدموش بها لان ملي تنديروا المرمى تيتهرس لنا العقيق في الجناب. اذا من الاحسن بلا ما نستعملوه في التعمار، بلا ما نستعملوا المرمى. اول حاجه غادي نخشيو البرا في الخيط وغادي نخشيو واحد موزون وعقيقه مكركبه. وغادي نرجعوا للبلاصه كما تلاحظوها، غادي نرجعوا للبلاصه فين خشينا موزون غنخشيو البرا. صافي. دابا غادي نعاودو الثانيه، غادي نخليو واحد المسافه ثاني نخشيو البرا ونبدو الخيط مزيان. نخشيو موزونه وعقيقه مكركبه وثاني غادي نلاحظوا مزيان فين غادي نخشي البرا. ها هي العقيقه غادي نخشيو فيها الثقبه هذه وسط موزون. غادي نجيو ثاني لهنايا ونستمروا بنفس العمل، موزونه عقيقه ونرجعوا نخشيو في موزونه كما تلاحظوا. غنخليوش هاد المسافه ثاني، موزونه عقيقه ونخشيو ثاني في موزون. وحنا غاديين حتى نكملوا هاد الوسط ديالنا كامل. بغيتو ديروه خفيف تبقاو تخليو المسافه بيناتهم، بغيتو تعمروا كما درت انا ضيقوا المسافه بيناتهم. ما تنساوش الخيط ديما جبدوه مزيان باش ما تجيش الخدمه مرخيه. نبقاو مستمرين على هذا الشكل حتى نساليو. نتمنى الدرس اليوم يكون مفهوم، نتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله. الدرس المقبل غادي نوريكم كي غادي نديرو نعمرو الورقه بحال هذه. ها هي لاحظوها مزيان. ولا دابا غادي نبقاو غاديين بهذا الشكل هذا حتى نساليو هاد الورقه ديالنا الوريضه ديالنا. نتمنى الدرس اليوم يكون مفهوم. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الخامس. وإلا عجبكم الموضوع ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه. كانت معكم ام سعد عبد الله.